السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع الاستديو التحليلي لمباراة الاتحاد والهلال. توقعاتكم من يفوز؟ والآن أصور لكم المحللين وش يقولون بالمباراة. بدأ معاه على طول نهائي السوبر الإيطالي وريمونتادا 3-2 في الدوري 1-1. مباراة سيمي فاينل كأس إيطاليا 1-1 ثم الفوز على سيمون إنزاغي 3-0. بمعنى كونسيساو خسر مرة واحدة من إنزاغي 1-0. بورتو يا سلام يا الملعب، ما شاء الله تبارك الله. لذلك كونسيساو التوفيق للعميد كشخص فازوا مع بعض بالبطولات، وايضا كمدرب بالمواجهات الاخيره تفوق عليهم مو بس بالنتيجه، حتى على المستوى الفني في تعجين مفاتيح اللعب سيمون إنزاغي، لانه هو يعرف إنزاغي نعم يحب مهاجمين يسحبون قلوب الدفاع، يحب تفريغ الاطراف، فانا هني قوتي في كيفيه ايقاف هذه المفاتيح. بس يمكن الفرق في مباراه اليوم لما نتذكر مباراه السوبر كان فيو هرنانديز مع كونسيساو، وكان هو السبب في الهدفين سواء بالفاول او بالكره العرضيه. الان فيو هرنانديز اللي يعتبر اليوم واحد من اهم مفاتيح اللعب في المباراه نعم. والان مع إنزاغي واللاعب ترى جميل جدا، يستحق انه يعني نشيد في الجمهور اللي دائما جمهور في مباراه كلاسيكو تحفه نستحق او تستحق ان نفتخر فيها هذا الجمهور. انا عايز انهي بما بدات به. افتكر الاسم ده، فيروتشيو سيرازارو، مدرب الكرات الثابته في انتر سابقا والهلال حاليا، واللي معاه الهلال هو الافضل على الاطلاق في الكرات الثابته. فاكر اول حاجه بدات بيها خالص قلت لك كورنر ناحيه اليمين، روبن نيفيش لكوليبالي، ده تنظيم الكرات الثابته كمان. وفي او بعض الاوقات محتاج انت تطلع تاخدها بالبوكس او تطلع انت، يعني في بعض الكرات الثابته بيبقى حلها هو الحارس مش الخط الدفاعي. لو بتتلعب قريبه منك فانت بتتلعب، هتلاقي دايما النهارده في الكورنرز في اثنين لعيبه من الهلال، واحد بيرفع قلت لك عليه روبن نيفيش، لو رفع هيبقى الفريق كل الموجودين داخل البوكس هدفهم البلوك وتفريغ كوليبالي عشان يخش يقابلها. هتلاقي الكرات الثابته من على انصاف منطقه الجزاء، كل ده الحارس مهم فيه جدا، مش بس في التصديات ولكن كمان في التنظيم. فهل امام اقوى فريق؟ اظن انها مخاطره كبيره جدا جدا منه. هي هذه الفكره انه يصير بونو قيمه، لكن في الاتحاد انت رايكوفيتش بعد عمر كلام طبعا قيمه نيفيس والعرضيات والكرات الثابته وتنظيم اللعب، لكن كلام احمد يعني دقيق لابعد درجه. انت بس تراقب النص الماضي هو الرقم الاعلى في تسجيل الركنيات الركنيه، هذا رقم محترم جدا. تشوف طريقه اهداف دومفريس، كل اللاعبين عند منطقه 18 الكره دومفريس ياتي يسجل. شوف هدف كوليبالي جمهور على الاسبوع ضد السد، كان اساسا موجود على القائم الاول ولا على منطقه خط السته. كوليبالي اتى من الخلف، اللاعب المستهدف ياتي من الخلف، ومستوى الرؤيه على مستوى الجمب على مستوى حتى حركته. لذلك